مواصلة للجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها والتواجد الميداني لتأمين المواطن وممتلكاته عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط، وعلى إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحصيرمل مفادها احتمال قيام شخصين بتمرير شحنة من الأقراص المهلوسة على متن دراجة نارية عبر المسالك الصحراوية بإقليم بلدية حصيرمل قادمين من ولاية غرداية باتجاه مدينة الأغواط. مباشرة تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلام، حيث تم العثور على دراجة نارية مركونة بأحد المسالك الصحراوية بعد تفتيشها تفتيشا أمنيا وتمشيط المكان بواسطة ثنائي سينوتقني اختصاص مخدرات ومؤثرات عقلية. تم العثور على كيس بلاستيكي مدفون وسط الرمال يحتوي على 3000 كبسولة نوع بريغابالين. في نفس اليوم وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وردت معلومات عن تواجد شخصين بمدينة حصيرمل تنطبق عليهما المواصفات حسب المعلومات الواردة مسبقا، أين تم التنقل وتوقيفهما. بعد استغلال المعنيين تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة، أين تم توقيف الشخص الثالث، حيث أسفرت العملية عن توقيف جميع أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم 3 أشخاص من جنس ذكر، مع حجز دراجة نارية وهاتفين نقالين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجزت ملفات قضائية ضد المتورطين، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية على خلفية تورطهم في جنحة الحيازة قصد المتاجرة والبيع للمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة باستعمال وسيلة نقل. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن 24 على 24 ساعة.